حكاية فيلمنا بتبدأ مع ملك من ملوك فرنسا في العصور الوسطى، لكن كان أناني جدا وبيحكم على الناس من جمالهم بس. وكانت القلعة بتاعته ما بيدخلهاش غير الجميلات وبس. فجأة بتحصل عاصفة وبيدخل القلعة ست عجوزة بتحاول تستخبى من العاصفة. بتعرض على الملك وردة مقابل ان هو يسمح انها تفضل موجودة جوه القصر لحد ما العاصفة تخلص. لكن الملك استهزأ بيها ورمى الوردة دي على الأرض. فجأة العجوز بتتحول لساحرة جميلة، وحكمت على الملك إنه يتحول لوحش شكله وحش جدا، وقالت له هيفضل وحش لحد ما يلاقي بنت تحبه بجد، ولو ورق الوردة وقع هيفضل وحش للأبد. ولعنت معاه القصر وحولت كل الخدم لأساسيات وأدوات في القصر، ومسحت كمان ذاكرة كل أهالي المملكة عشان محدش يقدر يساعده وينسوا إن كان في ملك أصلا. وعدت سنين كتيرة وابتدت أوراق الوردة تقع. ابتدى الملك يحس باليأس عشان مستحيل حد يحبه وهو شكله كده. بعدها بنروح لبنت جميلة اسمها بيل، عايشة في قرية بسيطة، رافضة تتجوز من قائد الجيش جاستون اللي كل البنات بتجري وراه. بعدها بترجع بيل بيتها وبتقابل والدها اللي بيشتغل مهندس، تطلب منه ان هو يحكي لها عن والدتها اللي توفت من زمان. بيقول لها انها ما كانتش بتخاف من اي حاجة، وسألته عن سبب وفاتها فبيرفض، وبيقول لها بعدها ان هو هيروح السوق ولو محتاجة منه اي حاجة. فطلبت منه هنا وردة يجيبها لها زي كل سنة. وبعدها والدها بيمشي وبيحاول جاستون تاني انه يقرب من بيل وبيعرض عليها الجواز، لكنها بترفضه كالعادة. بالليل بتحصل عاصفة ووالدها كان راجع في الطريق وبيتغير طريقه، وفجأة بيهجم عليه مجموعة من الذئاب بتدمر العربية بتاعته، وبيجري بالحصان بأقصى سرعة وبيدخل قصر الملك الوحش عشان يستخبى فيه. وبيبتدي ان هو يكتشف القصر ولها سفرة موجودة وعليها كمان أكل، فقرر ان هو يقعد ياكل. لكن فجأة بيلاقي فنجان الشاي بيتحرك وبيتكلم معاه. وبعدها بيخرج بره القصر بعد ما اترعب منه. وقبل ما يمشي شاف وردة جميلة وافتكر طلب بيل فقرر ياخدها عشانها. لكن شافه الملك الوحش وبيهجم عليه. الحصان اترعب من شكله وهرب بسرعة ورجع لبيل. عرفت ان والدها في خطر، وخدت الحصان عشان ترجع نفس المكان اللي كان موجود فيه. وفعلا الحصان وصلها للقصر، وأول ما بتدخل بيفرح الشمعدان والساعة وبيقولوا يمكن تكون هي الفتاة المنتظرة. وبتسمع صوت والدها في البرج، بتطلع بأقصى سرعة على السلالم وبتلاقيه محبوس في زنزانة. طلب منها والدها تمشي بسرعة قبل ما الوحش ما يجي، وفعلا بيوصل الملك الوحش. بتقول له بيل يسيب والدها، لكنه قال لها ده محبوس عشان سرق وردة وهيفضل محبوس مدى الحياة. استغربت بيل، لكنه قال لها ان هو اصلا كمان ملعون بسبب وردة، وقالت له ان والدها كان جايب لها الوردة دي عشانها وهي السبب، وعايزاه ان هو يحبسها مكانها. لكن الوحش بيرفض، وكمان والد بيل بيرفض. طلبت بيل من الوحش طلب اخير انه يفتح لها الزنزانة عشان تودع والدها. وبعد ما فتحها بتدخل بيل وزقت والدها بره الزنزانة وقفلت على نفسها الباب. وبياخد الوحش والدها وبيرميه بره القلعة. تفضل بيل محبوسة لحد ما بيجي الشمعدان وبيفتح لها الزنزانة. بتستغرب بيل وبتضربه بالكرسي عشان الشمعدان بيتكلم. بعدها بتلاقي الساعة كمان بتتكلم معاها، وعايزين يوصلوها لأوضتها وبيعرفوها انهم ملعونين لأدوات، وبيعرفوها انها تقدر تتحرك في اي مكان في القصر ما عدا الجناح الغربي، لان الجناح ده خاص بالملك. وفي نفس الوقت بيرجع والد بيل وبيحاول يطلب من اهل القرية مساعدته، وان بنته في خطر في القصر الملعون، وفي عاصفة ثلجية كمان موجودة، لكنهم بيستهزئوا بيه عشان هما في شهر 7. لكن جاستن الوحيد اللي بيصدقه عشان بيحب بيل. بعدها بنروح للقصر وبنلاقي ان الادوات عملت عشاء لبيل، لكن الوحش بيتعصب عليهم لانها مجرد مسجونة عنده، وقالوا له يمكن يكون الامل فيها وتتكسر اللعنة. قال لهم ان ابوها مجرد لص، لكن براد الشاي طلبت منه ان هو يبطل يحكم على الناس بالطريقة دي، لان ده كان سبب لعنته ولعنته. وفعلا بيروح الوحش لأوضة بيل وبيطلب منها تتعشى معاه، لكن بترفض بيل العشاء معاه وبيتعصب عليها جدا وعلى الأدوات. وهنا أمر الأدوات محدش يعشي بيل، لكن بيل كانت بتفكر تهرب من الأوضة. لكن براد الشاي حاولت تقنعها انها تفضل مكانها. وبنلاقي الوحش في الجناح الغربي حاطط الوردة اللي لو وقعت اوراقها هيفضل وحش على طول، وعشان كده هو مانع اي حد يروح هناك. وبيشوف الورق بتاعها وهو بيقع قدامه. بعدها بنلاقي بيل بتقرر انها تروح للجناح الغربي وبتشوف الوردة، لكن الوحش بيزعق لها جدا. وبترجع بيل لأوضتها وبتقرر تكمل خطة الهروب بتاعتها، وفعلا بتهرب بسرعة من القصر. لكن الذئاب بتتجمع عليها في الطريق وبتحاول تدافع عن نفسها، لكن عددهم كان كبير جدا. بيوصل الوحش في آخر لحظة وبيقدر ان هو يضرب الذئاب، لكن واحد منهم عضه في ايده وبيغمى عليه. وبتاخده بيل على الحصان عشان ترجعه القصر بعد ما صعب عليها عشان انقذها.
وفي نفس الوقت كان والد بيل مع جاستن ماشيين في الغابة بيدوروا على بيل، لكنه كان ناسي الطريق. بيتعصب عليه جاستن وبيضربه بعد ما عرف انه اصلا مش عايز يجوزه بيل. وبنرجع لبيل اللي بتحاول تعالج الوحش من الجرح بتاعه، لكن بعد ما فاق قال لها ان هي اصلا سبب الجرح. وبتتضايق بيل من طريقته وبتسيبه وتمشي. وبتسأل الأدوات هما مستحملين طريقته ازاي، بيعرفوها قصته وانه واخد الغرور ده من والده، لكن هو قلبه طيب، وبسبب الساحرة لعنته وتحول لوحش. وكمان الأدوات، ولازم في بنت تحبه قبل ما الوردة أوراقها تقع. هو بيعملها كده عشان دايما حاسس باليأس. وبنروح تاني لوالد بيل اللي جاستون ربطه في شجرة، وبنلاقي ان في ست فقيرة بتفكه وكمان بتعالجه. نرجع لبيل اللي بنشوفها انها موجودة في أوضة الوحش، وبتحكي له قصة عن ويليام شكسبير، لكنها اتفاجئت ان الوحش بيكمل القصة وعارفها. وبعدها بياخدها للمكتبة وبيعرفها ان دي مكتبته، كانت مكتبة كبيرة جدا، وبيقولها انها تقدر تاخد كل الكتب اللي هي عايزاها. بتستغرب بيل ان طريقته اتغيرت. تاني يوم بيتمشوا في القصر وبيفضلوا يقروا مع بعض الروايات لشكسبير. وفي اليوم اللي بعده بنشوف بيل لحظة ان الوحش قاعد لوحده، بتروح له عشان تشكره عشان انقذها. لقيته بيقرا رواية رومانسية وبياخدها تاني للمكتبة عشان يوريها الكتاب السحري، وكان واضح ان كان فيه اعجاب ما بينهم. وقال لها ان الكتاب السحري ده خده من الساحرة بعد ما لعنته، وبيقول لها كمان ان الكتاب ده يقدر ينقلهم لاي مكان هم عايزينه. وبتطلب بيل تروح بيتهم في اوضة والدتها. بيلاقي الوحش قناع موجود في الاوضة بتاع الدكتور، وبيقول لها ان والدتها ماتت بسبب الطاعون. وبتعرف بيل هنا ان والدها خدها عشان خاطر كان خايف عليها لا تتعدي منها. وبتطلب من الوحش انها ترجع تاني للقصر. بنروح لجاستون اللي بيروح للبار، بيتفاجئ ان والد بيل موجود فيه وان هو لسه عايش. بيحاول والد بيل ان هو يضربه، لكن جاستون بيحكم عليه انه يدخل مستشفى الامراض العقلية. وبنرجع للقصر وبنشوف بيل بترقص مع الوحش، واضح عليها انها ابتدت انها تحبه. قالت للوحش انها اتعلمت الرقص ده من والدها واللي وحشها قوي. وهنا بيقرر الوحش ان هو يوريها اداة سحرية تانية، عبارة عن مراية تقدر انها تشوف اي حاجة عن طريقها. وفعلا بتمسك بيل المراية وبتشوف والدها فيها، لكن سكان القرية كانوا ماسكينه بيضربوه. وبيسيبها الوحش انها تمشي عشان تنقذ والدها، واداها المراية هدية. الشمعدان بيلوم وبيقول له انه ازاي تسيبها تمشي وهي الامل الوحيد في كسر اللعنة، لكنه اعتذر له وقال له ان هو حبها بجد، لكن ما يقدرش يحبسها ووالدها في خطر. بتوصل بيل للقرية وبتحاول انها تمنعهم انهم يودوا والدها المستشفى، لكن جاستون قال لها ان هو اتجنن انه بيقول ان في وحش وان الوحش ده كمان حبسك. بتقول لهم بيل ان دي الحقيقة، وقدرت انها تطلع المراية ووريتهم الوحش اللي موجود فيها. بياخد جاستون منها المراية وبيطلب من اهل القرية انهم لازم يقتلوا الوحش ده، لان وجوده اكبر تهديد على البشرية. بتحاول بيل تمنعهم، لكن جاستون حبسها مع والدها، وبيتحركوا كلهم ويروحوا عشان يقتلوا الوحش. بيل مع والدها بتحكي له ان الوحش ده طيب وانها لازم تهرب عشان تنقذه. وبياخد والدها دبوس من شعرها وبيقدر ان هو يفتح بيه القفل عشان يهربوا. وبنرجع للقصر وبنتفاجئ ان الساعة بتقول للوحش ان سكان القرية جايين عشان يقتلوه، وبيقرروا الادوات ان هم يتصدوا ليهم. بتحصل ما بينهم معركة، وفي نفس الوقت كانت وصلت بيل بالحصان بتاعها، لكن جاستون كان ضرب نار على الوحش والوحش وقع من اوضته. لكن بيل كانت وصلت فعلا وبيشوفها الوحش، وعرف انها رجعت تاني وبيعرف انها بتحبه. بينط من على السطح عشان يروح لها، لكن جاستون حاول انه يقتله مرة تانية. وبيتعصب الوحش وبيمسك جاستون وكان هيرميه من فوق القصر، لكن بيقرر في النهاية انه يسيبه يمشي. وبيروح الوحش لبيل عشان يعترف لها بحبه، لكن جاستون ضرب عليه نار تاني، وبعدها بيقع من على الجسر ويموت. وبنلاقي الوحش بيموت هو كمان، وبتعترف له بيل بحبها ليه، لكن كان بعد فوات الأوان. الوردة كان ورقها ابتدى يقع كله، وكانت الأدوات بتموت هي كمان. فجأة بتظهر الساحرة مرة تانية، وشافت حب بيل الحقيقي للوحش عشان ترجع الوردة زي ما كانت. وبتقرر انها تكسر اللعنة على القصر كله، وبترجع الوحش لشكله الحقيقي، وكمان الأدوات بيرجعوا بشر من تاني. وبترجع لسكان القرية ذاكرتهم عشان يعرفوا ان ده الملك بتاعهم، واللي بيقرر في النهاية ان هو يتجوز بيل وتعيش معاه في القصر. ولحد هنا وبنكون وصلنا لنهاية حكايتنا. سلام.